بصوا معايا على الحيوان الجميل القمر ده، هامستر. طبعا احنا كلنا عارفين. بصوا بياكل اللباية ازاي. هو عايش بياكل ويشرب وينام وقاعد في قفص، او يعني ما بيعملش اي حاجة في حياته. هو ربنا خلقه كده، سبحان الله. وربنا خلقه من غير عقل، ودي نعمة. ومش محتاج يسأل نفسه هو عايش ليه ولا رايح فين ولا الكلام ده كله. لكن هل احنا كبشر نعيش بنفس الشكل ده؟ خرشي هو عسل وجميل والناس كلها بتحبه. لكن هل احنا فعلا كده؟ فرق كبير بيننا وبين اي حيوان او اي كائن حي. هو ربنا ميزنا بالعقل. بجد دي هدية من ربنا وهبها للإنسان بس. أنا في يوم من الأيام وقفت قدام المشهد ده، يا خرابي على العسل، وسألت نفسي: هو أنا موجود عشان أنا آكل وأشرب وأعيش وخلاص؟ ولا أنا اتخلقت علشان رسالة أكبر بكتير؟ والإجابة دي غيرت حياتي. فهمت إن العقل، يا خرابي على العسل، إن العقل هو البوصلة اللي بتوجهنا، هو اللي بيخليني أحدد هدفي إيه، وأبني وأطور نفسي ومهاراتي. ودايما أفكر في كل سكيلز عندي إزاي أنميها. اللي يعيش بعقله بيصنع فرق لنفسه وللمجتمع، وده اللي ربنا خلقنا عشانه. لكن اللي هيهمل عقله يقول لك: لا انا مش عايز اشغله، انا اريحه، انا اريحه بقى، انا تعبت، وبيعيش وخلاص. انا اسفه جدا ان انا اقول لك، مجرد حيوان بيكرر نفس الروتين كل يوم. طيب، وعشان كده انا مؤمنه تماما ان كل واحد فينا لازم يبدا بنفسه، يعرف عقله عايز ايه ويستخدمه صح ويحقق هدفه. لو لسه عايش وخلاص وبسأل نفسي ايه هدفي الحقيقي وايه اللي انا محتاجه اعمله في حياتي علشان اوصل لفين، ابدأ النهارده. لانك مش مجرد كائن بيعيش وخلاص، انت انسان خلق علشان يبني ويترك الاثر. يا رب اكون عرفت اوصل لكم المسج اللي وصلت.